اناتولي يا جدعان فاجئ لاري ويلز بقوة خارقة حرفيا، واللي مش عارف مين فيكو اناتولي فده الراجل اللي بيعمل المقالب. هي مش مقالب قوي بس بيتنكر كعامل نظافة او صيانة، يبدأ يهزر مع الناس في الجيم وهو بيشيل اوزان بكل سهولة. اكيد شفت له فيديوهات كتير قبل كده وعنده ملايين المشاهدات، وبصراحة كده شكل انا كمان هعمل زيه واروح البس لبس صيانة. المهم يا صديقي، هو المرة دي بيتمرن مع لاري ويلز، واكيد مش محتاجني اقول لك هو مين ده. واحد من اشهر الباور ليفترز على الكوكب، وحرفيا هو وحش في تمارين الحديد. وكمان المدرب الشخصي بتاع لاري ويلز اللي بيمرنه في كمال الاجسام كان موجود معاهم هو كمان. بدأوا تمرينهم بالاحماء ده، وده كان مضحك بالنسبة لهم جدا، لان لاري ويلز ومدربه بيقولوا انهم ما بيعملوش احماء من سنين حرفيا، بس اناتولي دايما كان بيبدأ بالاحماء ده. علشان كده انا دايما بقول للعملاء عندي اوعى تستهون بالاحماء، لازم تسخن نص ساعة بس على الأقل دقيقتين يا صديقي قبل التمرين. لازم تخاف على نفسك، حرك مفاصلك، كوعك، معصمك، ولو بتلعب رجل سخن رجل كويس والحوض بتاعك. ده بيقلل جدا فرص الإصابة والتقلصات اللي بتيجي لمعظم اللعيبة. انت متخيل ان مدرب لاري ويلز بنفسه بيعترف انه فعلا ما سخنش بقاله سنين؟ اما زي ما قلت لكم اناتولي كده كده بيسخن لوحده. بدأوا يمسكوا اول دمبلز زي ما انتم شايفين، اناتولي بيسخن عضلات الكتف الصغيرة، ولاري ويلز بيعمل بايسبس كير. والنهارده التمرين بتاعهم كان للدراعين، وهم وسط الاحماء كده اتكلموا على المسابقات بتاعه صفعات الاقلام اللي انتوا بتبقوا تشوفوها دي، اللي دايما لاري ويلز بيشارك فيها. وقال لهم ان في ناس ضربته اقلام محترمه. بصراحه انا شخصيا مش فاهم ازاي اتنين يقفوا يضربوا بعض بالاقلام كده لمجرد انها مسابقه. للاسف يعني لو عايز تلعب لعبه قتاليه روح العب ملاكمه او MMA، او اهتم بنفسك ودرب نفسك على اي حاجه. ليه كفوف؟ الموضوع مش مستاهل يا جماعه. انا وجهه نظري ان اللعبه دي مش لعبه بشريه خالص، ما ينفعش بشر هو اللي يلعبها، بس اكيد انها بيطلع من وراها مكاسب كويسه، علشان كده بيفضلوا يضربوا بعض بالاقلام. الاكيد فعلا والظاهر انها تجاره ماشيه، وفي ناس بتحب تشوفهم وهم بيضربوا بعض. بس خلينا واقعيين يا صديقي، انا بصراحه مش فاهم الناس دي بتفكر ازاي. اكيد كمان بياخدوا فلوس كتير عليها، لان لو ما بياخدوش فلوس دي تبقى مصيبه. اناتولي دلوقتي بيعمل تمرين الهامر كيرل دمبل حوالي 20 كيلو، ولاري بيساله اذا كان بياكل كتير، يرد عليه انه بياكل مرتين او 3 في اليوم بالكتير. غريب قوي يا صديقي ان جسمه مش ضخم ومش متعرف عليه ان هو منحوت، بس عنده قوه رهيبه جدا ما شاء الله. من كل قلبي حاول تتابع الناس دي، تفهم حاجات كتير قوي في اللعبه دي. ده بيوضح ان الشكل مش دايما بيعبر عن القوه. بيقولوا انه بيدخل حوالي 3000 سعر حراري في اليوم، واكتر من كده بيحس انه مش مرتاح. ولاري ويلز يا صديقي هيتمرن قدامك دلوقتي ب 22 كيلو في كل ايد زي ما انت شايف، لكن اناتولي بيقترح عليه ان هو يتمرن الهامر كيرل بدل الكيرل العادي، وده لانه بيقول انه بيحس انه اريح وبيديه قوه اعلى. بس انا من وجهه نظري انهم ناويين يشيلوا كتير النهارده. لاري ويلز ماسك دمبلز حوالي 32 كيلو جرام وبيتحرك بيها كانها لعبه اطفال. اناتولي شايل حوالي 28 كيلو جرام، ولاري ويلز كالعاده يا ساده علشان يستعرض قلع التيشيرت بتاعه. والوزن هنا يا صديقي حوالي 42 كيلو جرام تقريبا. علشان خاطري اعمل للناس دي متابعه هتستمتع قوي. بصراحه مش فاهم ازاي بيشيلوا الوزن ده في تمرين البايسبس. احنا لما نمسك 42 بنفكر نلعب بيها بنش، لكن يا عين هم بيلعبوا بيها باي كيرل. اناتولي بيشيل نفس الوزن تقريبا زي لاري ويلز. يمكن التكنيك مش مثالي، بس انه يشيل الوزن ده اصلا فده انجاز في حد ذاته. المدرب كمان بيشيل وزن تقيل جدا، ولاري جسمه حرفيا شكله مرعب، عضلاته مليانه حتى بدون ما يشد شكل جسمه. من وجهه نظرك كده يا صديقي لحد دلوقتي قول لي مين فيهم اقوى من التاني، وتفتكر ممكن مين اللي يكسب في التحدي الخرافي ده؟ ولو لسه ما اتمرنتش فانزل اتمرن، وما تنساش تدعيلنا دعوه كويسه. المدرب بتاعه حرفيا برضه تحسه بطل، بيشيل اوزان خرافيه زي ما انتم شايفين، دمبلز 59 كيلو جرام، واناتولي واقف جنبه ومش مصدق حرفيا الوزن ده، وهيروح يتأكد بنفسه انهم فعلا 59 كيلو. وبيبدأ هو كمان ب50 كيلو جرام تقريبا. اكيد القوة المرعبة دي مش حقيقية. يا ترى هيقدر يشيلها ولا لا؟ بس انا شايف كده ان هو بيشيلها بسهولة قوي. لا الاوزان دي حرفيا صعب حد يشيلها. عايزك تتخيل يا صديقي وانت شايل الوزن ده وبتلعب بيه بكل سهولة زي ما انت شايف قدامك كده، هل هتقدر فعلا انك تشيل الوزن ده ولا مش هتقدر؟ انا وجهة نظري فانت مش هتقدر تشيل الوزن ده، ولا
لا انا ولا انت. انما بقى مدرب لاري ويلز اسمه بان بيشيل حوالي 54 كيلو جرام في الايد الواحده وبسهوله جدا، واناتولي بيقلده في نفس الوزن وما بيأثرش معاه حتى لو التكنيك مش مثالي زي ما انت شايف قدامك. بس مفيش بشر ممكن يلتزم بتكنيك صارم زي ما انت شايف قدامك وهو شايل 50 كيلو في التمرين ده. واناتولي وسط الكلام يا صديقي قال انه ممكن يعمل 42 عدة بول اب، وده رقم مجنون حرفيا لو انت عارف. بس بيقول دلوقتي انه بيعمل اقل لان وزنه بقى زاد، وده طبيعي لان الوزن بيأثر على تمارين وزن الجسم، وده فعلا اللي بنشتغل عليه مع العملاء بتوعنا. ممكن بدل ما تكون بتسمع وخلاص انك تستفيد مننا وتخش عندنا على الويب سايت او تخش عندنا على الفيسبوك وتستفيد من اللي احنا بننزله. بعد ما خلصوا الهامر كيرل يا صديقي راحوا على جهاز غريب شويه بيعمل نفس وظيفه البريشر كيرل بس شكله مختلف حبتين. الاوزان بتوعه على الجنبين زي ما انت شايف. اناتولي بيشيل نفس وزن لاري ويلز تقريبا ومش باين عليه اي مجهود، انما بان بيعمل بايد واحده وبعد كده بيعمل الايد التانيه علشان التوازن بين الجسم. التاتو ده حلو يا صديقي بس لو ناوي تدخل بطولات كمال الاجسام ده غير انها حرام طبعا بتضيع تفاصيل جسمك العضليه، فلو ناوي تنافس بلاش تعمل تاتو خالص. وحط في الاعتبار ان هو اول حاجه حرام شرعا. انا شخصيا ما عنديش تاتو ومش هدرب شخص عنده تاتو، وده الاسباب بترجع لنا شخصيا. حتى لو بصيت للشكل زي ما انت شايف كده الشكل مش ألذ حاجه. طيب خلينا نبص بصه كده على لاري ويلز بيرجع للتمرين والاضاءه مخليه شكله خرافي زي ما انتوا شايفين. الشكل ده صديقي من بره جميل بس من جوه اكيد جسمه متبهدل من كتر المنشطات. اوعى يا صديقي تستخدم اي مواد كيماويه او منشطات وخليك طبيعي 100% وانت اللي كسبان. لاري ويلز هيشيل دلوقتي حوالي 60 كيلو زي ما انت شايف قدامك كده، حرفيا فعلا الوزن يصدم زي ما انتوا شايفين قدامكم. واناتولي كمان هيقلده بنفس الوزن تقريبا لكن بتكنيك مختلف، والمدرب كمان دخل معاهم بنفس الوزن. والتمرين بتاع النهارده قلب تحدي. الموضوع مش سهل خالص بس سهل خالص توصل للاصابه. لاري ويلز عادته ومش هيشتريها بيزود الوزن وبيحاول يوصل الناس اللي معاه الاصابه. ولو بتتمرن مع صحابك يا صديقي اوعى تقلده في وزن من الاوزان دي. التنافس شيء كويس جدا بس اعرف حدودك. اللي يهم بس هو انك تتمرن صح وعلى مستواك. الموضوع مش عيب خالص انك تشيل وزن اقل، اهم حاجة الاداء الصح. انتوا شايفين تفاصيل جسم لاري ويلز عامل ازاي؟ حاجة حرفيا خرافية. بصراحة انا مش عارف المدرب بتاعه ده ايه اللي جابه معاهم اصلا. خلينا نركز اكتر على اناتولي ونركز اكتر على لاري ويلز عشان كل يوم معلومات من دي. اعمل لنا سبسكرايب يا صديقي. بعد اللي بيحصل ده لاري ويلز هيجيب بار عليه حوالي 100 كيلو ويبدأ يلعب عليه كيرل. المدرب بتاعه هيقف مصدوم وبيقول انه هيبوظ نفسه حرفيا، واناتولي بيحاول يقلده برضه والاتنين هيخرجوا مصابين النهارده. بس فعلا بيعملوا كذا عدة ناجحة زي ما انتوا شايفين قدامكم. هو الواحد يحس ان هو مستمتع بينهم لكن الموضوع اكيد صعب مش سهل خالص. لاري ويلز ده حرفيا ممكن يضيع نفسه في اي وقت بسبب الاوزان الخرافيه دي. بس بص دلوقتي هو عمل العدتين دول علشان يعمل البوز ده قدامكم. اناتولي هيعمل له برضه البوز اللاتس بريد زي ما انتوا شايفين قدامكم. ولاري ويلز سأله سؤال في النص كده، لو هتختار جيم واحد في العالم تتمرن فيه تختار جيم ايه؟ قال له اختار جيم بينوس في دبي. الجيم ده غالي جدا كل العمالقة بيتمرنوا فيه. بعدها يا صديقي هيروحوا لتمرين صعب جدا وهو الترايسبس اكستنشن بالكيبل علشان يوازنوا تمرينة الدراع. الترايسبس بتاعت لاري ويلز حرفيا ضخمة مقارنة باناتولي. اناتولي محتاج يركز اكتر على ضخامة الترايسبس. مقصودش ان انا بقلل منه لان في ناس كتير جدا بتنتقد اجسام غيرهم على السوشيال ميديا زي انهم يقولوا عضلاتك صغيره او زود حجمك العضلي. بس الحقيقه صديقي كل واحد وليه هدفه، واناتولي هو الهدف الرئيسي انه يشيل اوزان اعلى مش انه يعمل ضخامه عضليه. وواضح جدا انه راضي وشكل جسمه قوي بالنسبه للي بيعمله. هو مش كمال اجسام هو باور ليفتر، يعني القوه اهم من الشكل 100 مره. كملوا مع بعض شويه تمارين ترايسبس وبايسبس باكتر من زاويه واستخدموا جهاز الاكستنشن القوي جدا، لكن واضح جدا انهم ما ضغطوش على الترايسبس بنفس قوه البايسبس. في النهايه اناتولي قال انه ناوي يغير شويه في محتواه الجاي ويجرب افكار جديده بدل شخصيه عامل النظافه اللي هو ماشي بيها دي.